السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. موضوع جديد جه في بالي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قصة قريتها من قريب، بيتكلم عن إن أنت لو جبت جزرة قسمتها نصين وحطيت نص في السكر ونص في الملح، النص اللي في السكر هيبقى مربى، النص اللي في الملح هيبقى مخلل. فالبيئة المحيطة بيك والوسط اللي أنت فيه بيأثر عليك يا بالسلب يا بالإيجاب. والبوست في الاخر ختم: شوف انت عايز تمشي مع مين وفي انهي طريق، وده اختيارك في الاخر. وزي ما اجدادنا قالوا: الصاحب ساحب. وبرضه الرسول صلى الله عليه وسلم شبه صديق السوء والصديق الصالح بحامل المسك ونافخ الكير. اكيد معظمنا ما كانش كلنا عارف الحديث ده. الرسول قال ايه؟ قال: حامل المسك هينفعك بثلاث حاجات: يا اما هيبيع لك مسك، يا اما هيديك ريحه يعطرك، يا اما انت هتشم منه الريحه الحلوه. اللي هو انت هتصاحب الناس الصالحين، هينوبك منهم اي حاجه حلوه، اي حاجه ان شاء الله، حتى تسمع حديث، تسمع معلومه هتفيدك في حياتك. ده اقل واجب ان انت لما تصاحب الصالحين. انما لو صاحبت السوء، الرسول قال ايه؟ شبهه بنافخ الكير اللي هو الحداد. الحداد اللي هو نافخ الكير، هتقف جنبه وهتحتك بيه، هينوبك منه ضرر من اتنين: يا اما هيولع في هدومك، يا اما هتشم منه ريحة الشياط. فاما يعني اما اثرش عليك بالسلب، فهو هيأثر على سمعتك اقل واجب. ففي الاخر ده قرارك وده اختيارك وده الطريق اللي انت بتقرر تمشي فيه. فلينظر احدكم من يخالل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مستني ارائكم في الكومنتات. متنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد.